الحوار. ازاي انا اخلق من الحوار ده حاجه ضحكه حلوه، ازاي انا ارسم اطلع ابتسامه، افيه او حاجه اطلع لذيذه. افيه مع الاخذ في الاعتبار عدم يعني الخروج عن النص. عمره ما خرج عن النص خالص فؤاد المهندس. هل كان بيرتجل كتير ولا كلها كانت لا ما بيخرجش على النص، هو ما بيرتجلش. هم قبل ما بيقدموا المسرحيه او العمل بيبقى في قعده عمل كبيره جدا، بتقعد بيقروا كل النصوص دي، يقولوا ينفع ان انا ارتجل في الجزئيه دي او ما ارتجلش، ينفع انا احط ورشه عمل يعني. طبعا وكان في بروفات كتيره وكان في اهتمام غير عادي للعمل قبل ما يطلع على خشبه المسرح. ولذلك ما كانش بيقبل عبد المنعم مدبولي ولا فؤاد المهندس الخروج عن النص، بدليل ان كان في مسرحيه بطلها في سيدة الجميلة وعدة مسرحيات أخرى، يعني كان من ضمنها عبد الفتاح الأسري يعني خرج عن النص لأن هو ممكن الحتة دي تتقال. اللي حصل إيه؟ عبد المنعم مدبولي قفل الستار وقال له تعالى انت ليه في عز العرض يعني وهم شغالين. يعني هو كان هيقول الإفيه ده والستاره تنزل. اوكي. فبمجرد ما الستاره نزلت، خد عبد الفتاح الأسري قال له انا لو شايف ان الجزئيه او الإفيه اللي انت قدمته ده كان هيضيف للنص كنت خليتك تقولها من فضلك، احنا مش عايزين خروج على النص نهائي لان دي بتقل بالعمل. وبعدين الخروج من النص كان من وجهه نظر، وده طبعا احنا كلنا نأيدها، الخروج عن النص ده يا اما افلاس في الكتابه، او المؤلف نفسه او الفنان نفسه اتزنق، فاهماني؟ نسي. ايوه نسي مثلا، فانت بتطلعي فيه فممكن مناسب او مش مناسب. كان في حاجه بتحزن قوي قوي فؤاد المهندس. ايه بقى حاجه اللي جت بتحزنه؟ هم طبعا عاملين قعده ورشه عمل وعاملين قعده جميله جدا ولطيفه وضحك، والقعده كانت ثريه جدا، لاني طبعا كنت اتقابلت مع الاستاذ محمد فؤاد المهندس، حكى لي كواليس كتير خاصه بالاستاذ. فكان اول يوم عرض زي اخر يوم عرض، وكان مثلا في افيهات هم بيبقى متاكدين تماما من الكتابه ان هم الافيه ده الناس هتموت على نفسها من الضحك في المسرح. يحصل ايه؟ محدش يضحك. عارفه اللي كان بيحصل ايه؟ فؤاد المهندس كان بيبكي. والله يقول انا اكيد في حاجه غلط ما اتعملتش علشان الناس ما ضحكتش. طب ما ضحكتش ليه؟ طب احنا ليه ضحكنا في البروفا؟ فدي كانت بتاثر عليه قوي، بتاثر عليه بشكل كبير قوي قوي وبتحزنه. وما بيسكتش، يعني انا مش بتحزنه وخلاص واستمر، لا، يجيب المؤلف ويجيب المخرج ويقعدوا يفكروا ازاي هذا المشهد يتحول لمشهد كوميدي فعلا الناس تضحك عليه وتكون مرتبطه بيه زي المشاهد الكتيره في المسرحيات. معظم اعمال فؤاد المهندس كان ليها طابع غنائي مميز. نعم. هل ده يعتبر فن مونولوج؟ وهل هو اصلا كان نفسه يبقى مطرب مش ممثل؟ هو كان نفسه يبقى مطرب، بدليل انه لما راح لبابا شارو في انا وابو الفصاد قال له انا اغني. انا بقول لك ايه، انا عايزه اغني، يعني عايزه اغني انا البغبغان. انما هو احنا مش هنقول هو مطرب ويعني وصوته جميل، لكن هو مؤدي وبيعرف يستخدم مساحات صوته بشكل صح جدا. ولذلك مساحات صوته اللي بيعرف يقدمها ويطوعها في اداء الاغنيه دي اللي خلت كثير من الموسيقيين الكبار، استاذ محمد عبد الوهاب، كمال الطويل، منير مراد، محمد سلطان، لا حلمي بكر، الناس دي وافقت ان هي تلحن له وتلحن له مونولوجات في قلب الاعمال نفسها. ايه ابرز الاغاني اللي قدمها فؤاد المهندس بصوته؟ هو طبعا من ابرز الاغاني، بس هقولها واقول حاجه قصه تانية مرتبطه بالاغاني. اغنيه مصر هي امي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، كلمات عبد الوهاب محمد والحان كمال الطويل. هذه الأغنية الجميلة جدا، طبعا كلنا عارفين ان الفنانة عفاف راضي هي اللي بتغنيها. لا، هي اتقدمت بالفعل في فيلم فيفا زلاطة، وفؤاد المهندس طبعا في سياق الفيلم ما كانش بيقدم ابدا أغنية او مونولوج او سكتش ملوش علاقة بالعمل، لا مرتبط جدا. الأغنية دي كانت مؤثرة جدا وقدمها سنة 76 في فيلم فيفا زلاطة، ونجحت نجاح كبير قوي. ده اللي خلى المؤلف الكبير عبد الوهاب محمد الخساره اغنيه لمصر ما تبقاش منتشره، لان هي الفيلم خلاص الناس مش هتفتكرها الا في الفيلم. بالفعل اتصل بالفنانه عفاف راضي سنه 80 وقدموا اغنيه مصر هي امي، بس هي قدمت بعض التعديلات عليها. وطبعا الاغنيه احنا منتشره وكلنا حافظينها في حب مصر، مصر طبعًا. هي امي طبعًا. دي بالنسبه للاغنيه دي اللي طبعا اللي اثرت قوي يعني. لكن اول اغنيه قدمها اللي هو قلنا في ابو الفصاد، بعد كده كان من اوائل الناس اللي قدموا اغاني في المسرحيات.
اللي هي في اغنيه رايح اجيب الدب من ديله. ايوه رايح اجيب الدب من ديله، فانا وهو انت فين وانا فين. في المسرحيه دي قدم ايضا يا حته مارون جلاسيه، قدم كتير جدا من حضراتنا والفها عبد الوهاب، وحبيبي يا رقه، وحبيبي يا رقه طبعا في الافلام والمسرحيات. هو كان ليه دور كبير قوي قوي في الاغاني. وعلى فكره كانت دي طرح فؤاد المهندس. ليه؟ لان هو شاف بنفسه ان العمل كل ما كان غلف هذا العمل بالمزيكا والاغاني والكلمات بيضفي على العمل نجاح. يعني مش دايما في كل الاعمال، انما لقينا كل الاعمال اللي قدمها فؤاد المهندس سواء كان في السينما او المسرح او التلفزيون او حتى في البرامج بتاعته حققت نجاح كبير قوي، واحنا ارتبطنا بيها بشكل كبير، وحابين ان احنا نكررها واحنا بعد ما فات كتير قوي قوي على وفاه من 2006 على وفاه فؤاد المهندس. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.